الواضح انه الحكومة بيديري والشعب بيديري تاني. الواضح انه المسؤولين مو شاعرين ابدا بشعور الشعب. من الطبيعي اي حكومة بدها تغلي سعر ما بس يعتبروا هاي الناس بني ادمين، ما يعتبرون قطيع. يطلع حدا على التلفزيون بس يقول لهم نعتذر انه نحن رفعنا الاسعار بسبب كذا وكذا، بسبب غلاء الدولار. نحن عايشين هون على الهامش، بيرتفع الدولار بتغلى الاسعار، بينزل الدولار بترتفع الاسعار. فوضى غير مسبوقة، ما في رقابة، الرقابة معدومة نهائيا، معتمدين على ضمير التجار. واخيرا الدولة بتعاملنا مثل التجار بالضبط. رفع اسعار الوقود بده ينطبق على كل المواد الثانية. طيب يعني مو حاسين انه في بني ادمين بدها تعيش هاي؟ مو كل الناس طبقة واحدة، ولا كل الناس عم تسرق وتنهب لحتى تعيش. اذا انتم مرتاحين بمكاتبكم وبسياراتكم وعايشين الرفاهية، في ناس ما عم تقدر تشتري فلافل، في ناس بتسمع بالفروج من 5 سنين، الناس ماتت. يعني حاجة لازم يطلوا على هاي العالم، لازم يحسوا بشعورهم، مو بس كلام. يعني هذا لا بدنا نناقش الامر وبنسعى هذا حكي فاضي. نحن بحاجة حكومة أزمة، مثل ما في جيش أزمة، مثل ما في قيادة أزمة عم بتحارب الارهاب بكل جدارة وبكل قوة، والعسكري عم بيقاتل الارهاب على حبة بطاطا بس. كمان لازم يكون في حكومة تتقشف اكثر من الشعب. بعدها الحكومة عم تاكل وتشرب من احسن شيء 5 نجوم عايشين، بس الشعب اللي ميت.